سلام سلام، اليوم جبت لكم وصفة بديل القناش غير بزوج مكونات. راح تخدمي قناش تستعمليه لكل الاستعمالات اللي كنا نستعملو فيه القناش كلاسيكي. جيبي وناجح مليار بالمية. جيبي لي 200 غرام شوكولا سوداء او بالحليب، ذوبيها على حمام مائي، زيد لها 100 ملي ماء يغلي، خلطو مليح حتى يتجانسو كاع ديك المكونات ونتحصلو على خليط لامع وبغيون. نغطيه بابي فيلم كونتاكت وندخلو للثلاجة ليلة كاملة، إلا كنتي مزروبة 4 سوايع على الأقل، لازم هذه المدة. بعد ما يبرد ويحكم روحو أنا تحصلنا على قناش ناجح، قلتلك 100%، إلا ماشي مليار بالمية. تخلطيه غير بالمغرفة أو بالفوي، تقدري تاني بالفوي تستعمليه لتغليف الكيكات كامل، تستعملي أي استعمال ويكون سهل للبوشاج. أنا هنا زدتلو 100 غرام زبدة مارغرينو بلين، وحنتحصل على كريمة زبدة أخف منها ما كاش، ما تجيش حلوة، ما فيها سكر، ما فيها والو. أنا هنايا الكريمة نطلعوها بالباتور مليح حتى نتحصلو على كريمة خفيفة وسهلة الاستعمال. أنا نستعملها باش نلصق لي صابلي، نستعملها كي ندير كيكات سنة حلوة، نديرها بين الطبقات. كريمة زبدة نستعملها قال الاستعمالات وتحكم روحها ما حاش تخسرلك. كي تستعمليها للكيكات من المستحسن تستعملي شوكولا نواغ باش تجي حاكمة روحها وما تذوبلكش. انا هنا لصقت بها الصابلي. الا حبيتي الوصفة تاع الصابلي الفيديو الجاي حنديرها، كيما يجيك كي تقطعيه يجيك على حبة وما يتبدلش. صدقيني الا جربتيها الكريمة هذه ولا القناش هذا حتستغناي على الوصفات اللي كنا نديروهم قبل. انا هذا اللي وليت نعتمدو الكل في خدمتي كامل. لحقتي لهنا وعجبتك الوصفة، ما تنسيليش الجيم واشتراك. الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.